الله سبحانه وتعالى جعل المرأة يعني جوهرة مصونة محفوظة. جبتني بنية سعودية عمرها 16 قابلتها الBBC، فجأت تكلمها عن ظلم المرأة وعن يعني لفلفتها بهذه الخرقة السوداء، وانت يجب ان تتحرروا من هذا. قالت لا، انا حرة، انا حرة، انا اصلا جوهرة مصونة. يعني لما تمري على محل اكسسوارات ما يغطي وقت الصلاة، ما يغطي بضاعته، يروح يصلي لانه ما تهم اكسسوارات، يعني كم ب10 ريال 15 ريال. بس محل مجوهرات لا، يقفل، هذا ذهب. اما المجوهرات الرصينة لا يحط حارس ويحط يعني يحط قفل بعد ارقام. فتقول احنا مصونين بمقدار قيمتنا. الامر الثاني، انا حرة لان جسدي اكشفه لمن اشاء لا لمن يشاء. الله. طبعا وهو مراتب، في من يستحق كله وهو زوجي بالحلال، وفي من يستحق بعضه وهو محارمي، وفي من لا يستحق إلا مثلا ما سمح الشرع به اللي هم الأغراب. فأنا حرة في جسدي، يعني أنا حرة في جسدي. وهذا الكلام تكرر لفرنسية تزوجت من جزائري وجونا عندنا في البلد في المنطقة، وقابلوها البنات، وكانت فتاة غلاف لفرط جمالها، فتاة مايو حشاكم ولابسة متغطية يعني. فقيل لها، سألوها بناتنا يعني الحليب الفريج، هي قبل كانت كذا، كانت هكذا ثم أسلمت، وسألوها قالوا لها يعني كيف وضعك بالشكل هذا؟ قالت والله أنا الآن أنا كنت أكشف جسدي وأنا أعلم أن في ناس لا يستحقون أن يروه، فأنا كنت مستعبدة لأولئك الذكور المتطفلين على جسمي. كنت يعني استقدر ذلك، بس ما اقدر اسوي شيء لانه الجمهور عايز كذا، مش كذا؟ الجمهور عايز كذا، الناس يعني هذه طريقتي في الحياه، يعني هذا جوي بين قوسين، وهي كلمه خداعه. تقول الان لا، انا جسدي ملكي، نفس الكلمه، جسدي ملكي وانا اعرضه برغبتي انا وبوعي لمن يستحقه.